حاسس ان موبايلك بيتصرف لوحده، النت بيخلص بسرعه، بيجي لك اشعارات غريبه، ناس كلموك وقالوا لك انت بعت لهم حاجه وانت فعلا ما بعتش، يبقى في احتمال كبير ان جهازك متراقب او مخترق. اول خطوه هقول لك عليها تكشف ان في تجسس او تطبيق غريب متخفي في موبايلك. روح على التطبيقات دلوقتي اللي عندك على التليفون، ادخل على السيتنج اب، بعد كده هتلاقي كلمه اسمها شو اول، ادخل عليها، امسح اي تطبيق شكله غريب او مش عارف نزل امتى. لو تطبيق بدون اسم، لان في بعض التطبيقات بتبقى نازله بدون اسم او ايقونه بيضه كده، ده غالبا يبقى فيه تجسس، روح امسحه فورا. وتاني حاجه روح بقى راجع صلاحيات التطبيقات دي، ادخل على السيتنج، هتلاقي كلمه اسمها برايفسي، بعد كده هتلاقي بيرميشن مانجر، شوف مين واخد صلاحيات اهم حاجه على الكاميرا والمايك الرسائل اللوكيشن. عطل اي صلاحيه مش مفهومه او غير منطقيه على اي ابلكيشن انت مش عارفه. تالت نقطة، روح راجع بقى الأجهزة المتصلة بحسابك، ادخل هسيب لك هنا اللينك بتاع جوجل، هتدخل عليه وهتشوف ايه الأجهزة اللي متصلة عندك. لو انت عندك ابل اي دي، ادخل على السيتنج من اللينك اللي هبعته لك او موجود هنا على الشاشة، وتدخل عليه وتشوف الأجهزة المتصلة عندك. في الواتساب مهم جدا ان تدخل على السيتنج وهتلاقي كلمة اسمها لينك ديفايس، هتلاقي اي جهاز متصل على واتساب خاص بيك، لان ممكن حد يمسك تليفونك ويوصل الواتساب بتاعك على موبايله او على التليفون عنده او على الكمبيوتر، هيبان برضو في الموضوع ده لان في ناس بتتجسس على الواتساب عندك. تاني خطوه عشان تكتشف الموضوع ده او اي برنامج تجسس وتمنعها من العمل في الخلفيه، تنزل برنامج، في كام برنامج اقول لك عليه. لو انت على الاندرويد في برنامج